الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. الفيديو ده خد مجهود مني وكذا مرة أسجل وارجع تاني ويعطل مني وهكذا. فلو سمحت الفيديو ده مهم جدا لأن فعلا فيه كل أسئلتكم، ومش هتلاقي حد يفتح البلاص قدامكم كده عيني عينك قدام الكاميرا وبتكبير صورة وبتقريب الكاميرا علشان خاطر ايه، لو فيه دودة لو فيه سوسة تبان معاكم. والحمد لله أنا واثقة من نفسي، مش نضيف الحمد ولله الحمد. بس في مشكلة حصلت لي في المش، فانا هقول لكم عليها، لو لازم تسمعوني. فقلت انا لما اجدد المش اجدده معاكم بالمره في فيديو، وبالمره اجاوب لكم على كل الاسئله اللي سالت لي ان شاء الله باذن الله، عشان يبقى بشكل مفصل. فخليكم معايا وكملوا الفيديو، والناس الجديده تشترك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي الفيديو مع بعض. ده بقى روتين الصباحي، لازم بنصحى الصبح بدري، لازم بدري لازم بدري، لان هو بيبقى يومك طويل ويومك لازم تقضي مصلحتك بدري في الشتاء ده بالذات. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. كل ما تتحركي كل ما تدفي. هنا طبعا احنا بنطلع الفراخ في الصبح، بنحط الكتاكيت. احنا جايبين كتاكيت رمضان وبط رمضان، وربنا يسهل يا رب ويحصل ان شاء الله بمشيئة الرحمن رمضان. ده بنحط العلفة، وبنحط كميات بسيطة طبعا علشان خاطر ايه، الغلا وكده. فبنحط كميات عشان ما يتنشكش، ياكلوهم باول باول، ونحط غيرهم كل ما يخلصوهم. هنا الكتاكيت دي كتاكيت ساسو احنا جايبينهم، بنجيب بالكميه البسيطه عشان ما يعصرش بعض، وانت عارفين الساسو بيعصر بعضه كده لما يكون كتير كميات كبيره. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. وانت عارفين خلاص روتيني، ميه دافيه في الصبح في الشتاء معروفه، ودافيه من السخان، او شيء تستحملها ايدك عادي، ويشربوا يستحملها الطير. ولا عصرة الليمونة دي ضروري، لأن حاجة على السريع كده، بدل لسه تبشري بصل، وإن كان عندك وقت اعملي بصل واعملي الحاجات دي كلها، حاجات ترفع المناعة. وكمان عاملة لكم خلطة رهيبة لرفع المناعة للطيور، يعني مش هتلاقي زيها. هنا طبعا البطاط احنا مش بنحط لهم عارفة صرف، لا صراحة عشان حرام اصلك ما اقولش الحاجة واقولها غلط. هنا البط بس عندنا كبر، كان فيديو ده متصور له فترة وانا منتجته قريب يعني. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. فبالتالي ايه، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. هنا حطينا له البط، حطينا خلطنا له دشيشه على رده على اللي هو العلفه. خلاص تمام. برضو الميه بصي، الميه والليمون دي على الطير كلها، وحتى الحمام رحنا له حطينا له كده برضو. طيب المهم صبحنا على الطير وفطرناهم وتمام التمام. يلا ده بقى ايه اللي ورايا، الهم الكبير بالنسبه لي، كان هم على قلبي كبير، لاني لما يبقى ورايا حاجه كل يوم اقول بكره بعد بكره ببقى اجلها، بحسها تقيله على قلبي. فلما بخلصها بتنفس. فببص كده، احنا مره بنطلع المش، ببص كده بيفتحوا البلاص، بلاقي البلاص انا كنت ملياه للاخر يعني، او نصه، عشان هو كبير خالص البلاص صراحه. فقلت ايه، لا لازم اتصرف بسرعه. ايه، لقي البلاص خلصان خالص ما فيهوش مش ومش ناشف، وحتى الجبنه ايه نشفت. فببص كده من تحت كده بقلب فيه، ايه اللي حصل له ده، ما هيمصل ليه ده، حتى قديم ومتعتق. بسيط، اللهم صل عليك محمد. لقيته مكسور من تحت، يعني كنت قبل كده جددته وصلحته، لا تاريخ اتكسر من تحت وفضل المش بتاعه كله. ففضل المش ناشف اللي هو اللي تخين، وبالجبنه طبعا ايه لقيتها ماسكه في بعضها جبصه. طيب ربى دوده ولا حاجه؟ لا زي الفل، الله اكبر يعني، انتوا عارفين وهدوكم هفتحه قدامكم. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. فكان عندي بلاص صراحه مش بستعمله، كان مش من زمان من فتره، بس نشف جواها المش صراحه تعبني. غسلته طبعا غسله حلوه، مرشته مرش، بس للاسف صراحه تعبني جدا. بس ده بصوا متعتق. واظني صاحبته، لان هو فعلا كان جايين هديه، صاحبته مشترياه يعني من السوق، مش مشترياه مكان عسل. فهو ده تعتيه اسهل من ابو عسل، عشان تبقوا عندكم علم. لان العسل ناس كتير قالت لي انا عملته في ابو عسل ده وعطل لي المش. ايوه بيعطل المش. انتوا بصوا، كذا سؤال بيقول لي انت فعلا بتقولي المعلومه، بتقولي يعني لو باظت معاكي بتقولي، او ما طلعتش مظبوطه بتقولي. ايوه بقول، لان ما ينفعش اسلك حرام اسال على حاجه انا ايه حرام، يعني استحمل ليه ذنب الناس اللي تبوظ الحاجه. حتى في ناس استحلفتني، بص خليته قشطه ما شاء الله. قعدت عليه في حاجات لازقه من تحت بالمعلقه، وجبته من اوله لاخره. اللهم صل على محمد. لحد ما حسيت الميه خلاص نطفت منه، جبت بقى بص فتحته طبعا تجديد، وهجدد القماشه اللي عليه وكل حاجه، رميتها القماشه خلاص اللي على وشه. بصوا بالكاميرا على طول، ولما فتحته ودخلت لكم التليفون وبالاضاءه كمان يعني. عارفه ما فيش حد هيعمل معاكي كده، ما فيش حد هيقرب لك على طول كده. بص الوش بيبقى مسود حته، حوش الحته المسوده عادي دي بالعكس، في ناس عايزه المش بتاعها يغمق كده. لو حاجه مش عاجباكي من فوق، طالما ما يعني مش حباها حشيها، بس لو دوده لازم تحشيها. واقول لك بص، لقيته ناشف مش قادره اطلع بالعافيه، فابتديت احط ايه، ما عنديش لبن.
جبت ايه، عارفه اللبن اللي بيبقى شاكل ده وهنعمله جبنه هنحطه في الشنده. رحت جبته صراحه حاجه على السريع كده، انا خلاص طالما نويت يبقى اتصرف. ما كانش عندي لبن سايل ساعتها ومغلي عشان اكبه، فانا اتصرفت عملت بلبن الجبنه. هينفع يا اسرار؟ ايوه ان شاء الله باذن الله هينفع. بص المش صراحه ما شاء الله ما شاء الله، والجبنه حته بحتتها كده الله اكبر. واللون المش ما شاء الله رغم ان تخفف، بص لونه زي العسل ازاي. ده كمان اللي عملناه السنه اللي فاتت هتلاقوا مشه زي المربى اكتر من ده قديم المفروض مش معمول بالاساس. اللي معمول من الاساس اللي عملناه السنه اللي فاتت هتشوفوا اللون مشه زي الكهرمان كده احمر. بص لقيت ظهره كله بايظ، يعني الحته اللي من تحت اللي هي قعرته كلها مخرومه وبايظه. طبعا قلبت في بعضيه عشان اعرف اصفيه واجدده. هتصفيه بايه اسرار؟ بصوا، لو انت هتصفيه فيه دوده وفيه سوسه وعارفه نفسك ان بمشك فيه حشرات، لا يبقى بالشراب عشان تضمني انك تحطي مش على نظافه. طيب انا ما عنديش ده، الحمد لله مش نضيف، يبقى هعمله بالغربال السلك. الغربال السلك ده للناس اللي عارفه اللي مشها نضيف. طب انت بتعمليه بالغربال بالسلك ليه؟ علشان انا عارفه ان هي كان اللي هي العصيان بتاعت قرن الشطه قرن الفلفل الحاجات دي، فبصفيه للنظافه. بصراحه والله ما رميت ولا حاجه، استخسرت ارميهم لان لقيت المش وصل حاجه و80 وما فيهوش حاجه. يعني دي عارفه فتافيت جبنه عصيان الشطه، فارميه ليه؟ والله قاعد على الرخامه، هتشوفوه في كذا فيديو وانا بصور في المطبخ تحت على الرخامه باخد منه زي كاني مربى ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم هفضل املى فيه لحد ما اخلص الكميه. انا كنت عامله شويه جداد حطيتهم على الوش عليه. هبتدي انا بقى هصفي بقى. ادي البلاص المش. هبتدي انا اصفي اهو بالغربال السلك. لو عندك حشرات يبقى ما ينفعش معاك الغربال السلك لان هينزلهم ليكي هم. انا الحمد لله مش نظيف فانا عملته بيه الغربال السلك زي ما انتم شايفين. حطيتي اضافه ولا حطش اي حاجه غير الشطه دلوقتي ملحه دقته لقيت ملحه كويس. هتحطي كمان؟ حطش غير الشطه بس. حطي دينيكار؟ لا مش هحط دينيكار لان انا مش عاملاه من الاساس. مش عاملاه من الاساس ولا حاجه ومش محتاجاه، يعني فوق ما لقيتش مثلا فيه دوده ولا سوسه ولا اي حاجه عشان احط فيه دينيكار. ما حطيتش عليه دينيكار وخفت كمان احط لان بيقولوا لي ماده كيميائيه وفي بديل. هقول لكم في ناس الصراحه فايداني قالت لي في ليها بدايل للدينيكار دي، خشبه اسمها خشبه المش. بصوا احنا هندور على امن ونعمله، بس انا حرصا قلت لا مش صراحه مش هحط دينيكار المره دي لان الحمد لله المش نضيف ما فيهوش اي حاجه. طيب هترمي الحاجات دي؟ هرميها؟ لا شلتها في برطمان، شلتها في معون جنبي وراح الصراحه راح ارميها عادي. يعني انا عندي بلاصين يعني اعمل بيه بص احط شطه دلوقتي، شطه ناعمه حرقه جدا يا جماعه تخلينا كلنا عطسنا حوالينا. بس ليه؟ حفاظا على نظافه المش. ماشي، بس الشطه وحدها الكتير حلوه، بس لازم مع الدينيكار لو انت حاسه ان المش بتاعك فيه حاجه. طب هبتدي بقى خلاص خففته وصفيته واحط بقى في البلاص بتاعي املى البلاص. طب هشوف اسئلتكم واحده واحده ان شاء الله عشان خاطر الناس اللي سالتني وفي ناس حلفتني. في واحده بتقول لي عملت طريقتك السنه اللي فاتت وبعدين رجعت تاني عشان اشوفها عملت سبتها سنه يعني. فببص ما اكلتش احلى من دي جبنه، وحتى دوقت حماتي ومامتي وقالت لي معقول انت اللي عاملاها؟ ما شاء الله تسلم يا رب بألف هنا على قلبكم يا رب، اللهم لك الحمد. واحده بتسالني الحمص ده ني ولا اللي بناكله في التسالي؟ يا جماعه انتوا شوفوا الفيديو، اصل الحاجات دي انا موريها لكم حتى صوت وصوره في جوه الفيديو نفسه، انتوا مش بتكملوا ليه الفيديو؟ شوفوا انا حاطه اللي هو بتاع التسالي بتاع اللب، حتى وريتكم شكله وهو مطحون وريتكم شكله وهو حي. طيب اللهم صل عليك سيدنا محمد. واحده بتقولي تسلم ايديكي هي الحلبه مش بتمرر؟ لا مش بتمرر، يعني الحلبة مش بتمرر غير اول يومين اول 3 ايام شهر بكتيرها، بعد كده لان انت بتسيبيه سنة. ده حاجة معمولة من الاساس، يعني سيبيه سنة مقفول عليه اوعى تفتحي عليه. ده انت المخلل ما بتفتحيش عليه غير ميعاد معين، ده مش بيقعد سنين. في ناس بتقول لي مدة صلاحيته ليه سنين عندي وخايفة اكل منه. لا ما تاكلي منه ما شاء الله. بص لما لفيته كده ببقى ارتاح، عملت له عمة، العمة بتاعته كده خلاص هم ونزح قعد التاني. كنت هروح اكسل على اللي جنبه، بص ده اللي عملناها السنة اللي فاتت مع بعض، كنت راح اكسل على اللي جنبه ماشي، بس رحت قلت اما انا كل اتغرقت مش يلا بالمره انا كل يوم هيبقى ورايا هم يلا. رحت قعدت برضو معاه عليه وفتحته قدامكم برضو زي ما فتحت
فتحته قدام الكاميرا اهو، وحطيته على ايديا عشان تشوفوا اي حاجه، وما ثبتش الصوره الا الكاميرا شغاله، يعني ما وقفتش الصوره لا وعليها، عشان لو في حشر كنت تشوفوها. بصي ما شاء الله كهرمان، الله اكبر على اللون، الله اكبر على اللون. ده جددته، عملت معاكم السنه اللي فاتت وقلت لكم لما عطل مني عشان العسل رحت عملته من جديد. جبت الجبنه القديمه وحطيتها على بعضها، وبصي ما شاء الله تبارك الله الرحمن. انا ما بخبيش عنكم حاجه. بصي الجبنه محمره ازاي، برضه هعمل نفس الحركات اللي عملتها. ده اللبن الشاكل، حطيت عليه اللبن الشاكل، حطيت عليه اللبن اللي هو كنت بعمله في الشين ده جبنه، عشان خاطر اعرف احكه من جوه كده واطلعه واعرف اصفيه. بص الجبنه ما شاء الله محمره زي الكهرمان ازاي، الله اكبر. ده اللي عملناه من الاساس مع بعض. هبتدي اخفه بقى عشان اعرف اصفيه معاكم. هنكمل الحاجه اللي هي ايه الاسئله بتاعتكم. طب في واحد بيقول لي احنا جبنا مش ريحته وحشه قوي، عادي ده ولا ايه؟ لا المش ما بيبقاش ريحته وحشه، المش ريحته معروفه. لما يبقى وحش كده يبقى مكمكم، يبقى في حاجه، هو في عيب يعني. بس اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. طيب في ناس بتقول لي عليه الصلاه والسلام، في ناس بتقول لي انت كويتي البلاص. يعني ايه كويتي البلاص؟ اسخنه على النار بس كده وينفع؟ تنفع. ايوه انا عملته قدامكم، لان شايفه اللبن غالي غالي يعني ازاي، ومش عايزه اغامر ويرشح مني. بصي يا ستي، عايزه الحقيقه هاتي بلاص يكون حد خدمك فيه يكون متعتق. خايفه يرشح منك، جيبي برطمان من السوق واعملي فيه، بس بدل ما تقفليه بغطاه لا اقفليه بقماشه زي البلاص بالظبط، عامليه زي البلاص عشان ما يكمكمش منك ويبوظ منك. وكل شويه افتحي عليه وبصي عليه، لو لقيتي هلوسه لقيتي حاجه حشيها، لان الحاجه جديده لازم تعمل منك. يعني انت بتعملي زيتون لازم يهلس منك من فوق. حاولي تتابعي كده، تقشطي الحته لحد ما ايه يبتدي يتعتع مع نفسه، وهيبقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هنقول ايه تاني؟ خلاص بص ما شاء الله ما شاء الله مليت البلاص التاني. عارفه كنت حاسه ان انا ايه عاوزه اطير في السماء، ان انا خلصت اللي ورايا الحمد لله. برضه بعمل له نفس الرابطه واركنه جنب اخوه كده، ويبقى كده عملتي خلاص كل اللي عليا في اليوم ده. همسح برضه وانضف حواليه. بيرشح منك؟ لا الحمد لله مش بيرشح، لان الاتنين حلوين يعني متعتقين. طب الناس اللي مش متعتقه، بص طبعا المواعين خليتهم قشطه، اللي بعدين مش معقول هسيب انا هم ورايا واقول بكره هطلع لهم وبعده هطلع لهم، لا بالمره. كل ده ما كانش قد الظهر، ونزلنا وعملنا اكلنا وغدانا كمان، واديكم هتشوفوا معايا في المطبخ يعني ما شاء الله. ليه؟ لان انا صاحيه بدري ومصلحتي قضت بدري. يعني ده المفروض ايه. بص ايديا حسيتها بقى عامله زي الملوحه من كتر الاملاح والشطه اللي انا اتعاملت معاها النهارده فتعبت. بص خلاص بصفيهم كده في الشمس ما شاء الله، الحاجه بقت تنزل نظيفه. في الحوض هنزلهم وبهدل الدنيا تحت على ايه في المطبخ. فهنا حوض الصراحه بينفعنا قوي، حوض السطح. اللهم صل عليك سيدنا محمد. المهم نظفت المواعين زي ما انتم شايفين، وخليتهم بافته، وهنزل بيهم تحت في البيت في الشقه وعلى نظافه. حتى الحوض مسكته خليته يبرق لان كده كده انا ايه هدومي باظت كلها، فبالمره يعني ما اسيبش حاجه ورايا تبقى قلقانه منها. طيب انا هتكوي البلاص ازاي؟ ستي هاتي بلاص من السوق وادهنيه اما سمنه بلدي او اي سمنه براحتك، يعني دي براحتك. اغسليه الاول وسيبيه ينشف في الميه، حطيه في ميه وحطيه في الشمس فتره، تشوفيه كل ما ينقص منك تكمليه وشوفيه هينقص ازاي لحد ما تلاقيه ما بينقص معاكي. ده المفروض ده يقعد سنه البلاص عشان يعني تتعاملي معاه بالاسلوب ده، تبدلي الميه وتغيري الميه وتحطيه في الشمس. قلته في فيديوهات كتير قبل كده. بس احنا عايزين حاجه سريعه. طيب حاجه سريعه، هاتي البلص واغسليه كويس من السوق وسيبيه ينشف خالص. جيبيه عشان خاطر ما يبقاش فيه ترابه ولا حاجه من جوه علقه فيه. ويا ريت اللي هو اللي في من السوق اللي هو ما فيهوش عسل، يا ريت يا ريت الاحسن ما فيهوش عسل. طيب انا اضطريت تجيب فيه عسل، خلاص اغسليه كويس خالص. يعني هاتي الليفه السلك دي وادعكي فيه لحد ما تقولي يا بس تحسي ان خلاص العسل منه ما فيش. ماشي. وحطي برده فيه ميه الفتره، ميه كتير الفتره، عشان خاطر لو في عسل يندح منه العسل، يطلع منه يندح يعني يطلع منه يمصر عسله. خلاص. طيب وبعد كده هو ايه سيبيه حتى اسبوع على الاقل يعني فيه الميه. بعد كده جيبيه برضو سيبيه ينشف شويه في الشمس. ماشي. وفضيه وادهنيه بشويه سمنه مش دهن ولا سلي ولا الناس اللي بشوفها دي، لا سمنه عاديه ومش زيت كمان. وحطيه في الفرن، ولعي الفرن بوتاجاز بتاعتك، سيبيه فتره. يعني انت بتقولي ازاي يتحط في الفرن او حطيه على النار زي ما انا قليته كده على النار، او
عتقته على النار قدامكم، لان الناس اللي ما عندهاش فرن يبقى اكيد عندها شعله البوتاجاز من فوق. بصي دلوقتي هيبقى ايه، هيبقى قشطه ده ما شاء الله الحوض. بصي بعد كده احنا وصلنا لحد فين. ولعي الفرن على اخر درجه معاكي وحطيه، ونزلي الشبكه بتاعته من تحت عشان ايه، يشيلوا البوتاجاز. يعني لو كانت الرف بتاعك في النص حطيه على في القعره خلاص. وحطي يعني اهم حاجه تحطيه على الشبكه نفسها، ما تحطوش على نار يعني مباشره في الفرن، بربا يحصل معاه حاجه. المهم يعني لو حطيتيه ما يحصلش اي حاجه والله، لان احنا كنا بنحطه على الفرن البلدي. فحطيه وسيبيه كل ما تلاقي نفسك فاضيه ولعي عليه الفرن. ماشي. سيبيه كده لحد ما يتعتق خالص معاكي مره واتنين وتلاته كده تبقى تمام خالص. اعملي فيه وصفتك وحطي فيه مشك والف هنا يا رب ان شاء الله. بس المش ما بيتفتحش عليه وتبقي تاكلي بعدين بعد اسبوع ولا بعد شهر، لا، ده بيبقى تفتحي عليه بعد سنه من تجهيزه، لو مش ايه، مش معمول من الاساس. ماشي. لكن المش اللي مش المش اللي هو انت واخده خميره من حد وعامله بيه، اللي هو واخده مش ده يعني كيلو مش ولا حاجه ومجدده بيه، ده عادي ممكن تاكليه يعني بعد اسبوع ولا بعد كده عادي يعني، او في نفس الوقت ما تفرقش. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. واحد اردني بيقول لي انا بحب المش ابو دود. دي اذواق يا جماعه، احنا الدود ده علامه النظافه. ده في واحده بتقول لي ايه الدبان اللي حواليكي؟ طب انا الدبان اللي حواليا انا بصور فوق السطوح على فكرة، مش بصور في الشقة تحت. واحنا في صعيد يا جماعة، مش احنا في شقة بحري ولا كده، لا احنا في الصعيد يعني وارد ان يبقى في حشرات في الجو ده مش هنقدر نحكمها. طيب تسلم ايديك على الطريقة. وبالنسبة لبديل الدونيكار، فيها واحدة بتفيدنا يعني بمعلومة. الدونيكار لا، بتقولي بنجيبها من عطار اسمها خشبة مش، احفظوها، خشبة مش، بتبقى حلوة. بصي ما شاء الله الحوض بقى ايه، الله اكبر نور. يعني بصي انت تعملي حاجتك وتكملي مصلحتك على كلها، الله اكبر. بصوا ما تعرفوش احساسي لما ببقى عامله الحاجه، لان بتبقى حاجه صعبه وكل يوم او بكره بعده بكره بعده والحمد لله تمت على خير، اللهم لك الحمد. طيب والله انت اللي شجعتوني وشجعوني باللايكات. الناس اللي بتشوف الفيديو لازم اللايكات عشان الفيديو يتشاف كده وافرحانه بيكم. طب في واحده بتقول لي ما تزعليش، احلى لايك واشتراك. والله بقول احلى لايك واشتراك، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحتوا انا عملت المش تحفه جدا وتسلم ايدين حضرتك، بس انا حطيت عليه دينيكار كتير شويه وحلبه محمصه كتير وده هيغير طعمه. هل في حل تاني؟ لا. بصي عادي، هو الدينيكار ولا كده انت حاولي تزوديه كل شويه تزوديه. ماشي. يعني ايه معاكي شويه لبن بايظين معاكي او مش بايظين يعني شاكلين، كبهم عليه وقلبيهم مع شويه شطه وملح لو كان محتاج ملح وخلاص. لما تزودي كده الحاجه دي بتضعف جواه، وحتى المراره لازم هيمرر حاجه بتمرر حاجه.